اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخبر اللي معايا خبر محزن عن وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، وإليكم التفاصيل. فقدت الساحة الغنائية الكويتية أحد أعمدة الأغنية الخليجية عبد الكريم عبد القادر، الذي وفاته المنية اليوم الجمعة. أعلن عن وفاة عبد الكريم عبد القادر عن عمر يناهز 80 عام، متأثرا بمرضه الذي اشتد عليه في الآونة الأخيرة. سبب وفاة عبد الكريم عبد القادر: عانى الراحل عبد الكريم عبد القادر من انتكاسات صحية عديدة خلال حياته، ففي 2005 خضع لعملية جراحية بفكه الأيمن نتيجة التهاب وتكللت بالنجاح. وفي أغسطس 2022 خضع لعملية جراحية في القلب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في أبو ظبي، وخرج وقتها ليطمئن جمهوره على حالته الصحية. وعانى قبيل وفاته من وعكة صحية ألمت به، ومع تدهور وضعه الصحي ظل تحت رقابة الأطباء في مستشفى جابر بالكويت حتى إعلان وفاته يوم الجمعة 12 مايو 2023 بعمر يناهز 80 عام. عبد الكريم حمد عبد القادر المزين، من مواليد مدينة الزبير في البصرة العراق، لقب بالصوت الجريح، وكنته أبو خالد، فنان كويتي الجنسية. بدأ مسيرته الفنية منذ عام 1963، وسرعان ما وصل إلى النجومية بفضل نبرة صوته المنفردة في سماع الأغنية الخليجية. من مواليد 13 يونيو 1941 بدأ مسيرته المهنية كموظف لدى وزارة الداخلية، ثم انتقل إلى وزارة الإعلام بقسم الموسيقى. تزوج سنة 1967 ورزق ب5 أبناء، هم خلود وإيمان وخالد ومحمد وفيصل. تعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين المعروفين الذين ساهموا في أن يخرج ما لديه من إبداع فني، ومنهم عبد الرحمن البعيجان، عبد الرب إدريس، طلال مداح، يوسف المهنا، محمد محروس، عبد الله محمد العتيبي، مصطفى العوضي وآخرون. ويعتبر ألبوم انسى الحنين هو آخر أعماله الكاملة، صدر عام 2022 عن وزارة الإعلام الكويتية. وشن مستخدمي التواصل الاجتماعي هاشتاج عبد الكريم عبد القادر في ذمة الله، الذي سرعان ما احتل قائمة الموضوعات الرائجة على موقع التدوين تويتر، ورثاه الكثيرون من النشطاء بكلمات مؤثرة في يوم وفاته. وجاء في التعليقات: الكويت تودع صوتها الجريح، الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر في ذمة الله، رحل الصوت الجريح صاحب الفن الراقي. خبر مؤلم جدا، الله يرحمك يا ابو خالد. وكتب آخر: كنا نحتاج لأغانيه وصوته ومشاعره، اليوم أهو محتاج لدعائنا والترحم عليه. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم إن عبد الكريم عبد القادر في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا آخر ما توصلنا إليه من هذا الخبر المحزن، وأرجو من حضراتكم اللايك والشير والسبسكرايب، وأن تدعموني في القناة، وما تنسوش الاشتراك. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.